تعرف على ملخص سريع لأهم وآخر أخبار النادي الأهلي السعودي اليوم. أكدت صحيفة البلد في تقرير لها صباح يوم الأحد أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع عبد الإله الشمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها. وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن النادي الأهلي حسم كافة الأمور التعاقدية المتعلقة باللاعب من حيث الراتب ومدة العقد. وأوضحت الصحيفة ذاتها أنه سيتم الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت ممكن، خاصة أنها لم تكلف النادي الكثير لأن عقد اللاعب من نادي أبها ينتهي بنهاية الموسم الجاري. كما أكدت صحيفة الرياضة في تقرير لها أن ياسلا مستمر حتى الآن في قيادة الفريق خلال الموسم القادم في ظل رغبة الإدارة بالحفاظ على الاستقرار الفني. وأشارت التقارير إلى أن مفاوضات تجديد عقد المدرب لا تزال جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة. وبحسب صحيفة عكاظ، إدارة الأهلي اتفقت مع ياسلا على زيادة عقده في الموسم المقبل من حيث الراتب. الإدارة وعدت المدرب بزيادة أخرى في الراتب في عقده الجديد، إلا أن الزيادة المقبلة مرتبطة بتحقيق النتائج والألقاب. كما ذكرت صحيفة برتغالية في تقريرها يوم الأحد أن النادي الأهلي قد حدد مبلغ 23 مليون يورو للموافقة على انتقال فيجا الذي يحظى باهتمام إدارة نادي بورتو. ويمتلك اللاعب الإسباني فيجا عدة عروض من أندية أوروبية عريقة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يرغب اللاعب في العودة مجددا إلى الملاعب الأوروبية من جديد. وأشارت التقارير ذاتها إلى أن نادي بورتو البرتغالي هو الأقرب لحسم صفقة انتقال اللاعب إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية القادمة. جالينو غاب عن مباراة الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وذلك منذ إصابته بتمزق في عضلة الفخذ خلال نهائي دوري أبطال آسيا. وشهدت التدريبات الجماعية لفريق النادي الأهلي التي أقيمت يوم السبت مشاركة جالينو ليعلن جاهزيته لمواجهة الرياض، منتظرا الضوء الأخضر من الجهاز الفني. ذكرت تقارير صحفية أن لاعب الفريق القروي الأول بالنادي الأهلي محمد المكحد يقترب من الانتقال إلى نادي العلا في الموسم القادم. المكحد الذي يرتبط بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2027 عاد إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ومع ذلك لم يحصل اللاعب على فرصة كافية للمشاركة تحت قيادة الألماني، فقد شارك في 5 مباريات في الدوري